سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم اجي نوريكم اول حاجه كيفاش كنعملوا اللاصو. انا كنعرفوه بمصطلح اللاصو، ولكن مصطلحات اخرين ما عارفاش. المهم ها نتوما كتشوفوا الطريقه ديالو. هكذا كيخرج. باش كيخرج متقون ومزيون كنقطعوه من الجناب. فين غنعمل هاد اللاصو هذا؟ انا نوريكم، صبروا معايا غير واحد شويه. هذا القالب ديال السكر. شكون اللي ما كيعرفش القالب ديال السكر؟ حنايا اليوم ان شاء الله غنتعلموا طريقه سهله باش نتعلموا الرسم على القالب السكر. ولكن قبل ما نعملوا الرسم كنحاولوا نعملوا هاد السينتا هادي وغنلصقوها، وغنعملوا هاد البابيون هذا او هذا اللاصو هذا. ها حنايا لصقناه، ودابا غنبداو في الرسم. انا صراحه ما كنعرفش نرسم، ولهذا انا نعمل غير النصف ديال الورده هكذا. غنحاول نوزعها على هاد الوجه هذا كامل بهاد الطريقه هادي. هذا اللي كاين اللي كيسقسيني على هاد السغن هذا اسمه السغن، او قولوا له اللي كيرسموا به على الزاج، او اللي كيرسموا به على الشمع. كيتباع عند دروغري، يعني عند اللي كيبيع الصباغه ديال الدار، او لا كاين اللي كيبيعوا ديال، او اللي كيبيع الدغاجي ديال الحنه حتى هما بعد منهم كيبيعوهم. وحتى اللي كيبيعوا الادوات ديال الخياطه ديال الخيط حتى هما كاينه منهم عندهم. كيتباع ب25 درهم. الطريقه ديالها كيف ما شفتوا، الطريقه ديالها سهله. تحاولوا تعملوا نصف ورده بهاد الطريقه هادي. شنو هو الصراحه صعيب واحد شويه هاد الرسم على السكر، لان السكر قاصح، ما كيجيش ساهل بحال اللي كتجي الشماعه. هاد الكوموند هذا الاخت اميمه هي اللي عملته، ولكن انا ملي جات من عندي استغلت هاد الفرصه هادي وقلت علاش ما نوريكمش هاد الطريقه هادي. وريت الطريقه الاولانيه ديال الشماع، وغنوريكم الطريقه الثانيه اللي هي هذه ديال السكر، وغنوريكم الطريقه الثالثه وهي ديال الصينيه. المهم غنعمل لكم الطرق كامله. وبهاد الطريقه هادي كنحاول ندور هاد الرس ديال السكر بهاد الطريقه. وها انا كملته. نتوما كيبقى على حساب الذوق ديالكم. انا عملته مسافه صغيره، بغيتو تعملوا مسافه كبيره، ولكن الموطع التحتاني خصني نكتب فيه هاد بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. انا هاد الكتابه او هاد الطريقه هادي يعني ما عرفتش نكتبها بوحديتي. بطبيعه الحال يعني عملتها في جوجل، وكنعمل زوم، كنكبر الصوره وغنحاول نخرجها كيف ما كتشوفوا. يعني اي حاجه بغيتو تكتبوها كتكتبوها في جوجل، وتعملوا الخط العربي باش تعملوا الكتابه مزيونه وتخدموا بها. هذه الطريقه اللي كنعملها انا، والطريقه اللي جاتني انا سهله هكذا. نحاول نشبر هاد الفيزلين هذا. انا خدمت بالفيزلين، بامكانكم نتوما تخدموا حتى بالورق الشفاف، حتى هو الطريقه ديالو مزيانه. كاين اللي كيبغي يكتب الاسماء، انا الاسماء غنكتبهم في الشماعه الصغيره، اما السكر غنكتب هاد الكتابه هادي. والطريقه ديالها كيف ما شفتوا سهله، وكتقدروا تكبروها شحال ما بغيتوا. انا كبرتها غير شويه لان ما بغيتش تجي الكتابه كبيره في السكر. الا رديتو بال ملي كنخدم انا في واحد الجهه كنمشي لجهه اخرى. دابا بعد ما ساليت من التخرج ديال التليفون غنحاول نكتبها ونزيد نغلط الكتابه باش تجيني باينه ملي نجي نخرجها.
هاد الطريقة هادي أنا كنخدم بها وإن شاء الله عملوها حتى نتوما، بإمكانكم تعملوها بطريقة الشمع، تعملوها بطريقة السكر، تعملوها حتى في طريقة الرسم على الزجاج، يعني أي طريقة بغيتو تكتبوا تخرجوا الكتابة كيف ما هي من جوجل، عملوا الطريقة كيف ما عملت أنا. وكيف ما وعدتكم أنا يعني أي حاجة كنعرفها راه بطبيعة الحال غنشاركها معاكم، غير صبروا عليا شوية وأنا إن شاء الله نشارك معاكم أي حاجة. في الفيديو اللي ماجي إن شاء الله نشارك معاكم حتى الرسم على الشماع بطريقة سهلة وبسيطة حتى للمبتدئات. دابا هذه هي الكتابة اللي بغيت نعملها، غنختار الموضع فين خصني نكتب، وغنشبر هاد الورقة، هذا الورق ديال الخراج أو ورق الكربون. غنحاول نتراسي هاد الكتابة هادي كاملة بلا زيادة أو نقصان. ها نتوما كتشوفوا ملي كنزول هاد الورق ديال الكربون كتشوفوا كاينه واحد اللي مره بشويه، يعني ماشي ما ظهرش بزاف، ولكن واخا هيداك عاد تساعدني في الرسم على السكر، لان كيف ما قلت لكم انا ما كنعرفش نرسم. اما البنات اللي تبارك الله كيعرفوا يرسموا راه بطبيعه الحال ما يحتاجوش لا الورق الكربون لا الخراج، اي يحتاجوا فقط من الرسمه اللي خصهم والسغن وعيرسموا ويبتكروا من راسهم. اما المبتدئات او البنات اللي فحالي ما كيعرفوش يرسموا، فبطبيعه الحال يعملوا هاد الطريقه هذه راه تجيهم سهله و وبسيطه، راه ما فيها حتى شي حاجه. السغن كيتباع 25 درهم، راه انا استعملت به السكر، الشمع، الشمعه الكبيره، الشمعه الصغيره، واستعملت حتى المرايه. يعني شوف اكثر من ثلاثه ديال اكثر من اربعه ديال الحاجات وباقي اللي فيه. ها نتوما كتشوفوا باينه. الورق ديال الخراج منين تقدروا تشريوه، عاد تشريوه من المكتبة أو اللي كيبيع لوازم ديال الخياطة، تقول له عطيني الخراج ديال الثوب غيعطيه لك. كيتباع بجوج دراهم الورقة، وكاينة ورقة كبيرة كتباع ب8 دراهم الورقة. نتوما الرسم على بحال هكذا كتحتاجوا فقط الورقة الصغيرة. ها نتوما على عين نسالي وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش غيخرج. كنتمنى الطريقة تكون جاتكم سهلة ومبسطة، كنحاول بما أمكن هانتوما كتشوفوا نبسط لكم الطريقة باش نكون بحال شي وحدة قدامكم كتشرح لكم. هذه هي الطريقة اللي كنستعمل أنا، بغيت نشاركها معكم. إلا ما عرفتوش شي حاجة فقولوها لي في الكومنتير باش أنا إن شاء الله إلا جاتني شي فرصة نشاركها معكم. ها نتوما كتشوفوا الرشمة خرجت، ودابا غنشبروا الصاغن وغنحاولوا نخرجوا على هاد الرشمة هادي وش بيه علينا. الا كانت اول مره فنحاولوا نجربوها في شي ورقه عاد كنعملوها على الحاجه اللي باغيين. اما الا كنا متمرسين فبامكاننا يعني نخدموا على الرشمه كيف ما شفتوا. ها انا كنحاول نكتب، ولكن كنحاول نغلط يدي باش الرشمه تجي غليظه وتجي باينة. كنمشي على حسب الرشمة بهاد الطريقة هادي. هاد السغنة هذا كاين اللي كيسقسيني واش فيه الالوان، بطبيعة الحال فيه الالوان كاملة، بامكانك تعمل على حساب الذوق ديالك. والخدمة ديالو كتجي مزيونة بزاف. شنو هو ملي نتراسيو به نتسناوه ينشف على الخطر ديالو، ديك الساعة عادك نزولو حنايا، عادك نوقفوه نخليوه هيدا ميل حتى ينشف. شحال كيبقى ينشف؟ كيبقى هكداك واحد نصف ساعة او لا ساعة الا ربع وكيكون نشف مزيان. هاد السغن هذا كنستعملوه فقط في الزاج وفي الشماع وفي السكر. راه ما كيخدمش في الثوب لانه هو كيزول، وخصك تعملو في شي حاجه تكون حارشه شويه. الا كانت مالسه راه ما كيبقاش لاصق فيها، راه كيزول بحال القشره. وبهذه الطريقه هذه رشمت بها هاد السكر هذا. كنتمنى الطريقه تجيكم سهله
وبسيطة وما نكونش عقدت عليكم أكثر من القياس. أنا هذه أول مرة اللي كنرسم عليها على السكر، كانت أول تجربة ليا، وبغيت نشاركها معاكم، لأن كيف ما موالفين يعني كنحاول بما أمكن نشارك معاكم أي حاجة ولو كانت أول مرة. ها أنتم كتشوفوا نفس الطريقة كنخدم بيها. شنو هو اللي غنقدر ننصحكم أنا، حاولوا تبداو بالحاجة اللي كتجي عالية عادك تهودوا لتحت، لأن نقدر نوسخوه بيدنا ونخدمو بشوية علينا، لأنه هو دغيا كيسيح. المهم هذه هي طريقتي، كنتمنى تكون طريقة مبسطة وما نكونش عقدت عليكم، وتكونوا تعلمتوا واحد الحاجة جديدة في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، مع فيديو جديد إن شاء الله، وشكرا.